ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. نخطف قصة كده على السريع. من 4 سنين بالظبط عبد الرازق حمد الله سجل الهدف رقم 100 ليه مع نادي النصر السعودي، وقال للفريق بتاعه جهزوا القميص رقم 200 هدف من دلوقتي لاني هوصلهم في يوم من الايام. ساب النصر السعودي وراح للاتحاد السعودي لمدة موسمين، سجل معاهم 68 هدف وكسب هداف الدوري مرة وكسب معاهم دوري وكاس. ساب الاتحاد السعودي السنة اللي فاتت وراح نادي الشباب الموسم ده وهو عنده 34 سنة، وساهم معاهم ب 21 هدف في 22 مباراة، وبينافس على هداف الدوري مع عتاولة زي كريستيانو رونالدو وبنزيما وإيفان توني وكل اللعيبة دي، عشان النهاردة يوفي بوعده وبيسجل الهدف رقم 200 مع نادي الشباب السعودي أمام فريقه السابق اللي هو نادي النصر السعودي، عشان يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويبقى أسرع لاعب أجنبي بيسجل 200 هدف مع الأندية السعودية في 218 مباراة فقط، عشان يبقى أكتر لاعب في تاريخ الدوري السعودي عنده معدل مساهمات تهديفية بالنسبة لعدد مبارياته. ساهم في 166 هدف في 156 مباراة فقط. عبد الرازق حمد الله تاريخ مغربي عظيم على الأراضي السعودية. سلام.